الإعلامي السعودي وليد الفراج يفضح حكم مباراة الزمالك وفاركو. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. وليد الفراج يفتح النار على حكام مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري الممتاز ويدلي بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل فاجأ بها الجميع. قال الفراج: تابعت بالصدفة ملخص لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري الممتاز ورأيت عجب العجاب في ركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك. الصورة واضحة جدا ولاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بالغ في السقوط بشكل مضحك جدا للجميع، ولم يكن أحد يتوقع أن يتم احتساب هذه اللعبة ركلة جزاء للزمالك. أنا شخصيا اعتقدت أن الحكم سيشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الزمالك، ولكن ما حدث كان الأغرب على الإطلاق. إذن من هو الفريق الذي يساعده التحكيم، ومن هو الفريق الذي يتحصل على ركلات جزاء من وحي الخيال؟ أعتقد أن الأمور وضحت للجميع الآن. التحكيم في مصر ما زال يستخدم خاصية الاحتواء لنادي الزمالك وجماهيره الذي خاف من مواجهة الأهلي حتى لا يخرج بفضيحة كروية من قلب استاد القاهرة الدولي. وأعلم تماما أن جماهير الزمالك في مصر غير مقتنعين بهذا التعادل الغير عادل مع فريق فاركو الذي كان يستحق الفوز اليوم وبجدارة.